السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. عملنا مع بعض الكحك الناعم الدايب زي المحلات واحسن كمان وبكل اسراره وتكاته. النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض تكملة سلسلة نواعم العيد الغريبة الناعمة الدايبة جدا بكل اسرارها باذن الله. لا هتبصم ولا هتفرش ولا هتشقق ولا اي حاجة خالص. تابعوا الفيديو للاخر عشان هتستفادوا جدا باذن الله. نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو سمنه مخلوطه، دي سمنه صفرة على اللي هي جنة على سمنه بقري البلدي، وعندي هنا ربع كيلو من السكر البودر مطحون، انا طحناه كويس جدا وبنخله كويس جدا جدا عشان يبقى ناعم قوي. وبعد كده بضيفهم على بعض وببدأ ان انا اضربهم زي ما حضراتكم شايفين كده، اللون اصفر زي ما انتوا شايفين. وانا بعملها بسمنة صفرة، عايزين تعملوها بسمنة بيضة تمام، بس انا عملتها بسمنة صفرة عادي لانها بتختفي، لان اما بضرب فيها كتير بتفتحها وهتشوفوا النتيجة زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. اول حاجة ببدأ اضربها كويس جدا لغاية ما القوام يختفي، يعني اللون ده يختفي. انا عايزاه يبقى لونه زي الكريم شانتيه بالظبط، ابيض خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. وببدأ بعد كل ضربتين تلاتة كده ببدأ اقلب الخليط كده، عشان بيبقى فيه ساعات في قاع السمنة من تحت بتبقى اللون لسه اصفر، بجيبه عشان يبقى لون موحد. وطبعا لازم السمنة تكون بحرارة الغرفة، لان هتدوخكم جدا لو ساقعة في التلاجة. الجو كان ساقع يوم ما عملت الغريبة، انا عاملاها من يومين بس كان ساقع يعني شوية، فعشان كده مش هتغلبكم زي ما تكون لسه في التلاجة. هنا بقى دي الاختياري البياض البيضة، عايزين تضيفوها تمام، عايزين الغريبة بتاعتكم ناعمة جدا ودايبة جدا جدا ما تضيفوش البيض، عايزينها ناعمة وفيها تكة بسيطة خالص وتحسوا بطعمها الجميل، ضيفوا بياض البيضة. ده اختياري انتوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا بالنسبة لنا هنا احنا بنحبها ببياض البيضة، ده بتبقى فيها تكة بسيطة خالص وناعمة جدا وجميلة جدا جدا. ده الفرق ما بين بياض البيضة ومن غيرها. هنا بقى عشان اعمل الشوكولاتة، بدل ما هقسم الخليط لنصين واقسم الزبدة السمنة لنصين على ميزان، ده اسهل جدا للناس اللي ما عندهاش ميزان. هتاخدي معلقة من الخليط اللي احنا عملناه السمنة دي، وهتضيفي عليه معلقتين من الكاكاو الخام اللي هو لونه غامق، لا يفضل ان هو يكون نوع كويس عشان تاخدي افضل نتيجة. دي اسهل حاجة خالص، وهتقلبيهم كويس جدا لغاية ما تبقى عجينة في ايدك زي ما انتوا شايفينها كده، وهنسيبها على جنب لغاية ما اعمل العجينة البيضة بتاعتي. عندي هنا الدقيق اللي انا مستخدماه في الكحك هو نفس الدقيق اللي انا نخلاه ده. نخلت كيلو دقيق بس مش هستخدمه كله، انا بحط الدقيق كده تدريجي عشان خاطر لو حطيتوه مرة واحدة ممكن العجينة تنشف منكم، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف زي ما قلت لحضراتكم. بحط جزء جزء وبلم العجينة. اول ما العجينه تسيب البوله ما تكونش ملزقه في البوله كده بوقف دقيق خالص، لان لو زودت دقيق العجينه بتنشف. يعني شايفين بتلم العجينه من البوله وبتبقى ملزقه في ايدي، بس كده انا بوقف الدقيق كده، اعرفي ان النتيجه مظبوطه مليون في المية. ومش بعجن كتير عشان خاطر ما تاخدش العجينه عرق معايا، هي يا دوب يعني انا باخد حته عجينه بقطمها بتقطم معايا مش بتمط. وباخد كوره كده وببططها في ايدي، ما بتشققش ولا بيجرى لها اي حاجه، كده العجينه مظبوطه مليون في المية. فرضا لقيتيها مشققه يبقى هي كده محتاجه سمنه، يعني معلقه سمنه واحده بس هتضربيها بدون اي سكر بدون اي حاجه خالص لغايه ما القوام بتاعها يبقى كريمي، وتضيفيها على العجينه وتلمي بايدك وهتعملي التيست هتلاقيها اتظبطت معاك ان شاء الله. هنا بقى على العجينه اللي احنا عملناها في الاول خالص بتاعه الكاكاو، باخد جزء من العجينه البيضاء اللي احنا عملناها وبقلبهم مع بعض. وبرضو بعمل الاختبار ده، ما لقيتهاش مشققه يبقى هي كده مظبوطه مليون في المية. وانا وزنت الدقيق اللي كان فاضل طلعوا 270 جرام بالظبط، يعني انا كده احتاجت 730 جرام بالظبط من الدقيق، وكده المقادير مظبوطه مليون في المية. حبيت اقول لكم برضو على الدقيق عشان لو عايزين فرضا تجيبوا اللي هو الدقيق الحاسم ده هتعملوا زي ما انا قلت لكم كده. وبغطي العجينة بتاعتي في البولة زي ما حضراتكم شفتوا كده، وببدأ اخد قطع كده من العجينة البيضة والشوكولاتة جنبي وبغطيهم بكيس ابيض زي ما حضراتكم شايفين عشان ما تنشفش معايا، وببدأ اكورها كده. وبعمل بقى البونبوني اللي هو الخرز بتاع الغريبة ده، ببدأ احطه على كل واحدة، عايزين تحطوا 3 عايزين تحطوا واحدة بس 2 زي ما حضراتكم عايزين. وببدأ بقى اكور برضو الشوكولاتة وبحط عليها البونبوني. فرضا مش عايزينها بالخرز، اللي هتاخدوا قطع من العجين زغنططة خالص كده زي ما حضراتكم شايفين وتحطوها على كل واحدة، البني عليها واحدة من البيضة والبيضة عليها واحدة من البني وهكذا. ولو حضراتكم عايزين طبعا المكسرات في طبعا اللي انتوا عايزينه اعملوا، عايزين سوداني، انا كان عندي حبة مكسرات كده طلعتهم وقعدت اقطع قطع صغيرة كده واضيفهم على كل واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده.
وطبعا الحجم انا بحبها صغيره جدا، اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا بحب وبكورها مش ببططها، يعني انا بكورها زي ما حضراتكم شايفين كده، ما بططتهاش. هي اصلا بتاخد وضعها في الفرن. وحاولوا ما تزنقوش قوي، لان طبعا بتاخد وضع الغريبه زي ما حضراتكم هتشوفوا في الاخر. وطبيعي انها بتريح بسيط خالص، فعشان ما تلزقش بس منكم وتزهقكم في الفرن. بعد ما خلصت طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، خلصت الكميه، عملت لي الكميه المحترمه دي. واللي هم في النص دول اللي في الصاج التاني ده، كان فاضل عجينه كده من البيضه والشوكولاته، ضربتهم في بعض كده وعملتهم كورتهم، طلعوا الشكل الجميل الرخامي ده. وعندي الفرن طبعا مسخناه على درجه حراره 160، مشغله الفرن وانا بشكل اخر صينيه خالص اللي هي الصغيره دي، وببدا ادخلها كده على الرف الوسطاني. وبتقعد يعني تقريبا ساعه الا ربع او نص ساعه حسب الفرن بتاعك يعني. بس اهم حاجة الفرن يبقى سخن قبل ما تدخل الغريبة بتاعتي، ويكون النار من تحت بس، مش بشغل الشواية خالص. وبدخلها على الرف الوسطاني، يعني مش بفتح عليها برضو عشان خاطر ما يعني تستوي براحتها. مش هطلع الهواء السخونية بتاعت الفرن وافضل اقفل وافتح عليها، لا بسيبها حوالي نص ساعة وببدأ ابص عليها، لان طبعا درجة الحرارة هادية عشان تستوي براحتها. يعني ما تاخدش لون، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها زي ما تدخل الفرن زي ما تطلع منه، زي ما حضراتكم شايفين كده. لونها يكاد يكون مش واخده لون اصلا وما بشغلش الشوايه. يعني بعد ما بتاخد اللون من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده، مش بشغل الشوايه، بطلعها على طول، بتبقى طريه سيكه خالص. بسيبها تبرد براحتها خالص، ما بقرب لهاش ولا بشيلها من الصاج لغاية ما بتهدى خالص من الحرارة. وببدأ بقى احركها زي ما انا عايزة، بتبقى خلاص هديت من الحرارة، لان طبعا بتبقى ناعمة جدا. لو جيتي حركتيها وهي سخنة هتلاقيها راحت منك في تراب، هتتفتفت خالص. وبجد طريقة مضمونة 1000000% وجميلة جدا وشيك جدا، وهتشرفك بإذن الله لو عملتيها في اي مناسبة. وزي ما انتوا شايفين كده ناعمة جدا جدا، وبتدوب بجد في البق حاجة كده ما شاء الله. وطريقة تقديمها كمان تشرف بجد بجد، ان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو، واكون فدتكم بمعلومة ولو بسيطة. دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامة.